لو شفت الفيديو اللي فات فاحنا اتكلمنا على صفات الشخصية المفرطة في الحساسية، ودلوقتي هنعرف الطريقة اللي تساعدنا ان الحساسية الزايدة دي ما تأثرش علينا سلبا، وكل ده من كتاب الشخص مفرط الحساسية لإلين أرون. 1. تقبل نفسك. مش معنى ان انت مفرط الحساسية او ان ده ممكن يكون بيزعلك او يسبب لك مشاكل ان ده عيب فيك، لا بالعكس، ده معناه انك بتاخد بالك من تفاصيل محدش تاني بيكون بياخد باله منها، معناه انك ممكن تحقق نتائج ناس كتير ما تحققهاش في شغلك، معناه انك بتراعي مشاعر الناس اكتر من غيرك. فتقبل شخصيتك واشتغل بس على الجزء السلبي من الحساسية دي واتبسط بالجزء الايجابي اللي منها. 2. عبر عن اللي انت حاسس بيه في وقتها. انت لو اتضايقت من حاجة ما تكتمش جواك، لان انت اصلا بتحس كتير قوي وزيادة عن الطبيعي، فلو فضلت كمان تكتم جواك وتراكم مشاعرك هيجي وقت وتنفجر وتدي موضوع صغير قوي اكتر من اللي يستحقه بكتير، وساعتها هتندم. 3. حاول تقلل الاوفر ثينكينج. طبعا دي صعبة، بس الكاتبة بتقول ان انت لو فعلا قدرت تحجم الموضوع في حجمه الطبيعي وسألت نفسك هو فعلا محتاج كل التفكير والهلك ده، في الاغلب هتكون الاجابة لا. كتير قوي احنا بنكبر المواضيع وبنديها اكبر من حجمها وبنديها مساحة من حياتنا فعلا هي ما تستاهلهاش. لو قدرنا نسيطر على نفسنا ونحجم الموضوع اللي بنفكر فيه ونديله مساحته الصح هنقلل الاوفر ثينكينج وهنرتاح. 4. من الاخر عامل ربنا. يعني يا سيدي والله لو الناس كلها ذئاب بشرية من حولك فكون انت الانسان الكويس اللي بتقول انا مش هاممني هم يضايقوني ولا لا، هم بيقللوا مني ولا مش في نيتهم. مادام دي حاجه مش واضحه وظاهره قدامك انت ما تفكرش فيها وسيبهم لربنا بقى وخلاص. قولوا لي لو انتم مفرطين في الحساسيه دي حاجه بتضايقكم ولا لا، اكتبوا لي في الكومنتس. انا فيروز يسري ودي حكايه قبل اليوم.